تقرر الجزائر أن تنجز فإنها تبهر العالم. مشروع خط السكة الحديدية بشار تندوف غاراج بيلات يواصل حصد الإشادة والتقدير، هذه المرة من أعلى هيئة عالمية في القطاع، الاتحاد الدولي للسكة الحديدية، الذي خص هذا الإنجاز الاستراتيجي بإشادة بارزة على موقعه الرسمي، معنونا مقاله بالخط العريض: الجزائر تفتح الخط الجديد للسكة الحديدية بشار تندوف غاراج بيلات. وقد أبرز الاتحاد في مقاله الأهمية البالغة لهذا المشروع العملاق ودوره المحوري في تنشيط منطقة التعدين بغاراج بيلات، وكونه رافعة حقيقية للتنمية الوطنية، بما يضمن دفع النمو الصناعي وتعزيز الاندماج الاقتصادي، فضلا عن توفيره آفاقا واسعة للتقدم الاجتماعي وتحسين الظروف المعيشية للساكنة المنتشرة على امتداد هذا الخط الحيوي. كما لم يفوت الاتحاد الدولي للسكة الحديدية الفرصة لتوجيه تحية خالصة وإشادة بمجهودات الوكالة الوطنية الجزائرية للدراسات ومتابعة استثمارات السكة الحديدية، مثمنا دورها المحوري في إنجاز هذا المشروع التاريخي باعتبارها عضوا بارزا ومؤثرا داخل الاتحاد على المستوى الإفريقي. الاتحاد الدولي للسكة الحديدية اعتبر أن هذا المشروع إلى جانب الدور المحوري الذي أدته الوكالة الوطنية الجزائرية للدراسات ومتابعة استثمارات السكة الحديدية يمثل نموذجا يحتذى به، يجسد تبني كبرى الشركات والمشاريع الصناعية للسكة الحديدية كعنصر أساسي ضمن استراتيجية تنموية عالمية مستدامة وصديقة للبيئة. وأكد الاتحاد أن الوتيرة المتسارعة لإنجاز المشروع تبرز مجددا ما يمكن تحقيقه عندما تتكامل الجهود وتعمل جميع الأطراف المعنية بفعالية في إطار رؤية مشتركة واضحة وطموحة تحول الأهداف الاستراتيجية إلى إنجازات ملموسة على أرض الواقع.